محدش هيفرح هنا. انا ابني شخصيا حلم انه يبقى مبسوط، صحيته. ميسي مشعوذ ارجنتيني ياخذ بطولاته ومهاراته بالسحر، هدفه تدمير الكوره ومرتضى منصور. السلام عليكم، وحشتوني يا جماعه. والله انا عارف ان انا استمراريتي اتطست شويه، اكمني اتاخرت في الماتش ده، بس اديك شايف ده اتلعب الساعه 3 الفجر فنمت. فاستعد دلوقتي وانبسط ان الفيديو جالك ويلا بينا. بدأ ماتش 0-0 العظيم ده بانك بتلعب ثلاثي هجومي جامد، لازم تقفل عليهم ليونيل وانداريز وميسي، ده في دماغ داري. اما بقى لو انت في دماغ كوكا ففي ناس كتير قوي لازم تخاف منهم وتقفل عليهم. واعتمد ريفيرا على الخداع التكتيكي، هنلعب من غير خطه بس هننزل ب10 لعيبه، 6 جامدين و4 ميتين، وده قمه العدل، فربنا هيكرم بقى. اما ماسكيرانو فهو داخل التدريب جديد ومحظوظ، لا كل اصحابه في فرقه فاما لعبهم ومشيت. المهم الشوط الاول كان شوط زباله على نجاسه، على يجي 10 مليون عين زملكاوي. اتصاب امام وضيعت انفرادين وضيعت بين ومات 4 عالم ايراني، انا مش عارف ايه تاني بعد كده والله. وكل ده وصلنا لولا حاجه، وده خلاني انقلك لملخص الشوط الاول من وجهه نظر البورس اللي واقف ورا البلكونه وصدعني ده. بيئة قوي كاس العالم ده، بيحيوا الحفله ببوسي ومحمد رمضان. احنا مش مهتمين خالص، اصل غالبين احفاده مرتين، احمد عادل ميسي ومصطفى سعد ميسي. الله سواريز من فضلك خد التليفون ده وصورني مع الكابتن محمد بن رمضان. انتوا فاكرين انكم مش هتشوفوني التاني؟ ماسكيرانو قال لي امسك المساحه وكمنك هتجري في الضيقه، فده مش اختصاصي. انا مسميني الباكس السالب المعقد عشان محدش هيفرح هنا. انا ابني شخصيا حلم انه يبقى مبسوط، صحيته. جيتوا بسرعه، عايزين تسمعوا قصه كمان ولا ايه؟ انا مره واحده حبتني منعتها، مره امي دعت لي عقتها، الباقي في الهجمه الجايه. حاسس ان في حاجه غلط ودي عين انا عارفها كويس، يلا ندور. اهي وصلت لها. ويقول لي كورة الله يخرب بيت الكورة، على اللي اخترع الكورة، على اللي دخل لنا الكورة، على اللي بيشتغل في الكورة، ده يتلعنهم كلهم. اعمل ايه؟ دخلته دي محتاجه عربيه، لا ده تدوسه ولا هدوس انا لميت ميسي يا مروان. خد الكوره وقول لامي ما ترجع، انا هغيبن دلوقتي. انت وقعت في الفخ وفرحت، شكلك مش عارف ان حكم الرايه يبقى ابن عمي واسمه ستيفانيا السكايي. عايز يموت بالصرب، عامل زي البورس. الحمد لله على السلامه، وحشني يا عم. اتفرج على ابو المهازل وقول لي ايه رايك، خصوصا انه عن ميسي، واديني لايك وشير وتعليق واشتراك ويلا بينا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره. وعدت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوره في الارجنتين وامريكا وعند الصحراء والمشعوذين. ميسي مشعوذ ارجنتيني ياخذ بطولاته ومهاراته بالسحر، هدفه تدمير الكوره ومرتضى منصور. فلو بصينا على ميلاد ميسي سنجد ولد في عام 1987. 1987 هو العام الذي لعب به ماتش الزمالك واشانتي كوتوكو، الذي قال عنه عادل المأمور ان اللعيبه تاهت بسبب السحر والزمالك. مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق كان يكره السحر ساحر. ميسي يلقب بساحر الارجنتين. يا ترى لو صعدنا عثمان ديمبلي هيعمل فيك ايه يا كوك؟ ركز في دي. يعد كاس العالم اهم بطوله حصل عليها ميسي طوال مسيرته، كاس العالم الذي كان النهائي بتاعه ضد فرنسا. طقوس سحريه خاصه في الارجنتين، فهل ستنجح التعويذه من انتزاع الفوز من فرنسا؟ ها نجحت صح؟ ده السحر يا بيه. طب الحم دي كمان. سجل ميسي مع برشلونه 474 هدف في الدوري. 474 الفصل رقم 474 من الكرتون الياباني ماجيك امبيرور، بترجمتها تصبح امبراطور السحر. انا معمول لي عمل الفته، باكل يجي 6 وجبات في اليوم. طب خد الاخيره التحليليه، جمعت مجموعه فيديوهات تثبت انه مش قاعد معانا ويمكن قاعد مع جدي. اتفضل. وبجمع التحليلات والاثباتات اذا ميسي مشعوذ ارجنتيني ياخذ بطولاته ومهاراته بالسحر، هدفه تدمير الكوره ومرتضى منصور. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره. انا جاي اخلص لك الفيديو بسرعه، ده ماتش 0-0 ما فيهوش احداث الا ان الشناوي انفجر وحارسهم جلطنا. وخد ملخص الشوط الثاني من وجهه نظري برضه. صلينا الفجر نموت بقى ماشي. اطمنوا يا جدعان، حمدي فتحي انقذنا من اشرف داري. بص الغل وماله، عايز ايه يا عمنا؟ عايز ايه يا كريستيانو؟ اوف سايد يا حبيبي. قشطه يا حسين، كفايه على ايران بقى والعب في اي صاروخ هناك. انتوا مش قلتوا اني بلاعب في الهجوم معزه؟ في معزه بتعمل ار2 كده. الله، تحبه ما تحبه، تشجعه ما تشجعه، اخر فنجان من القهوه. الحمد لله على السلامه. استنى بعد بكره ان شاء الله الساعه 7 فيديو جديد باسلوب جديد ومحتوى جديد، عباره عن تعليق على ملخص الماتش. لو عجبني هنزله لك، طب ما عجبنيش ما تستناش حاجه. وما تنساش تعمل لايك والشير والتعليق والاشتراك وبس كده. انا كده خلصت، سلام.